بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الفيديو ده عن ازاي نوصل فكرة الموت لأولادنا. جالي أسئلة كتير جدا على جروب العيال وسنينهم في الفيسبوك، ان في مشكلة في توصيل المفهوم ده للأطفال، ولما بيوصل الأطفال بينهاروا. يعني في بعض الأطفال بتنهار. طبعا الكلام هنا هيبقى عن الأطفال اللي هم تحت سن 9 سنين، تحت سن 8 سنين. الكبار ليهم أسلوب كلام مختلف. ماشي. ليه فكرة الموت أصلا مرعبة بالنسبة للناس؟ هي فكرة الموت مرعبة بالنسبة للكبار والصغيرين، مش الصغيرين بس، لأن هي مصيبة كما قال عنها القرآن، أنها مصيبة الموت. تمام. فالموت مصيبة، ما نقدرش ان احنا نجمل ولا نزوق ولا نقول اصل لا مش هنخاف مش هنترعب، لا هو فعلا مصيبة. تمام. آه، الخوف من فكرة الموت متعلقة بحاجتين مهمين جدا، أو 3 حاجات، اللي هي إيه؟ الشعور بالضياع بعد فقد الأحبة. يعني ما يعني تيتا راحت، ماشي، أنا هعمل إيه من بعدها؟ بابا راح، أنا هعمل إيه من بعده؟ فهنا بتبتدي تخش في دماغ الطفل: مين هياخد باله مني بعد بابا؟ مين هيطبطب عليا بعد تيتا؟ أنا مش هشوف تيتا تاني. ال- الحاجة التانية، فكرة الفقدان والابتعاد والاختفاء من حياتنا. يعني حد كان عزيز عليا أوي، كان جنبي وكان دايما بشوفه، وبعدين فجأة اختفى. فالفكرة دي مخيفة. تمام. الحاجة التالتة هو مصير الأحبة نفسهم. يعني يعني راحوا فين؟ ماشي، وإيه مصيرهم بعد الموت؟ ماشي، أنا عرفت إنهم ماتوا، وبعدين يعني دلوقتي هم كويسين ولا مش كويسين؟ مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ الفكرة دي عبر عنها الحديث الشريف، اللي هو بيقول عن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، وده ابنها التاني، ماشي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قد قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. يعني هفضل أعيط عليه لحد ما عينيا ما تروح. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يعني دي الجنة درجات، وابنك في أعلى درجة من درجات الجنة. معنى الحديث هنا أن حارثة ابن سراقة رضي الله عنه كان قد استشهد يوم بدر بسهم طائش لا يعرف مصدره. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن مصيره، وخشيت ألا يكون من الشهداء. في ناس قالوا لها ده لا، ده مش شهيد لأنه أصلا ما حضرش المعركة، لأنه قتل برمية غير مقصودة ولم يكن ممن حضروا. فبيقولوا لها لا، ده مش شهيد لأنه ما حضرش المعركة وخد سهم طائش. فهي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم مفزوعة جدا على ابنها، عايزة تطمن على مصيره. فطبعا الرسول طمنها وقال لها لا، ده هو في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. فطبعا رجعت من عنده فرحانة وبطلت بكاء واطمنت على ابنها. آه، فهنا لازم تكون الفكرة اللي احنا لما نيجي نكلم الأطفال عن فكرة الموت، ان احنا نطمنهم على نفسهم نمرة واحد، وعلى الأحبة اللي فقدوهم نمرة اتنين، ماشي، وراحوا فين. ولازم نقول لهم ان هم يا جماعة مرتاحين ومبسوطين وسعداء دلوقتي. تاني حاجة بتوصل يعني بتخوف الأطفال جدا من موضوع الموت، هي طريقة الكلام عن الموت نفسه، والممارسات اللي بتحصل حوالين وقت الوفاة، اللي هو ايه، كان زمان بتحصل ممارسات خاطئة جدا. مش عارفة يلبسوا ثياب الحداد، يعني كله لابس اسود في اسود والمنظر مرعب، ويجيبوا الندابة تقعد تندب وتقول كلام وتصوت، وناس تصوت وتلطم وتعمل حاجات غريبة كده. فطبعا الموضوع ده في دماغ الأطفال بيبقى مرعب جدا. عشان كده الرسول قال إن عليه الصلاة والسلام: الصبر عند المصيبة الأولى، أو الصبر عند الإيه، انا مش فاكره بالظبط، بس هي ايه، الصبر عند الصدمه الصبر عند الصدمه الاولى، ماشي. يعني هو ده وقت الصبر يا جماعه، هو ده وقت الصبر، خدوا بالكم. الصبر عند الصدمه الاولى. تاني حاجه، حرم البكاء، حرم اللطم، وحرم الصويت، وحرم الصريخ وقت في لحظات الوفاه، ماشي، او في وقت الوفاه. ليه؟ لان الحاجات دي بترعب جدا الاطفال وبترعب الناس من فكره الموت.
انتوا بتعملوا ايه؟ اللي هو بتوصلوا لدماغ الناس ان الموت ده حاجة يعني ايه، كارثة ومصيبة وبعدين كل واحدة تيجي بقى عايزة تبين للناس انها حزينة جدا فتبالغ في الصويت والصريخ والمش عارف ايه. فطبعا الرسول حرم الكلام ده خالص، ماشي، عشان كمان نفسية الأطفال اللي حوالينا ما تتأثرش وما يجيلهمش رعب من فكرة الموت، لأن الموت ده ملازم لحياتنا. يعني احنا ما فيش بيت مش هيعاني الفقد، وما فيش بيت ما بيعديش عليه الموت. تمام. فناخد بالنا الله يبارك لكم من موضوع الأطفال بالذات، ان هم ما يوصل لهمش فكرة الموت بطريقة مرعبة جدا. تمام. في حاجة تانية بترعب الأطفال جدا من الموت، وهي توصيل فكرة الجنة والنار بشكل خاطئ للأطفال. زي إيه؟ آه أنت كذاب هتروح النار، أنت كذاب هتروح النار. هو ما عندكوش إلا النار، يعني هي ما فيش في جنة يا جماعة. طب والصادق؟ ما أنت صادق هتروح الجنة. تمام. طيب، ما ينفعش ان احنا نكلم الاطفال على طول عن النار، وبالذات اللي هم تحت سن 8 سنين و9 سنين، لان هم اصلا رفع عنهم القلم. حتى لو كذبوا يعني هيروحوا ايه؟ هيروحوا النار؟ لا، مش هيروحوا النار. فما ينفعش نقول لطفل اصلا انت هتروح النار، لان هو ده كلام مش صحيح. انا كده بغش الطفل اللي هو ايه، ربنا رفع عنه القلم، وربنا ما بيدخلش الاطفال النار. فبالتالي يعني يعني انا بقول للطفل ايه؟ انا بقول لك للطفل كلام مش صحيح. تمام. فلو سمحتوا لما نتعامل مع الطفل نتعامل معاه بطريقه منطقيه، اللي هو ايه، مفيش حاجه اسمها طفل يدخل النار اصلا. فجبنا الكلام ده منين؟ لازم نكون منطقيين. تمام. فما نفضلش بقى نتكلم عن قدام الاطفال بقى بالذات، ما نفضلش نتكلم عن النار ولا عذاب القبر ولا الكلام ده. هم ملهمش فيه، يعني هم يسمعوا ليه؟ هم ما عندهمش ذنوب علشان نسمعهم عذاب القبر ونرقق قلبهم، او نسمعهم عن النار ونرقق قلبهم. ما يسمعوش اصلا، لان الموضوع ده خارج عنهم. يعني انا لما اجي مثلا اذكر حد بالله او افكره بان في عذاب قبر او في نار، فاكون منطقيه واكلم الناس الصح. طب في اطفال قاعدين، لا ما يسمعوش، يقوموا من القعده. تمام. اتكلم ليه قدام الاطفال عن الحاجات دي؟ ما ينفعش، هم ملهمش فيها اصلا، يروحوا يلعبوا مع الاطفال اللي زيهم. ماشي. فناخد بالنا جدا من اللي الاطفال بيسمعوه. ما يقعدوش مع ناس كبيرة بتتكلم عن عذاب القبر وعن النار وعن الحاجات ما بعد الموت، لان هم اصلا رفع عنهم القلم. مش حتى لو ماتوا مش هيشوفوا الحاجات دي بعد الموت، لان هم اطفال. تمام. كما اخبرنا ربنا وكما اخبرنا الرسول ان الاطفال ما بيتحاسبوش. الحاجة التالتة اللي بتسبب رعب للأطفال من فكرة الموت، إن الأطفال توصل لهم فكرة الموت غلط. اللي هي إيه؟ اللي هي اللي بيموت بيتحول لزومبي، اللي بيموت بيتحول لمصاص دماء. طبعا ده في أفلام الرعب الأمريكية وأفلام الهبل بتاعهم ده. إن يجي طفل مثلا يقعد مع اخواته الكبار فيتفرج على حاجة زي كده، والشباب بيحبوا الحاجات دي. فالشباب فاهمين ويقدروا يفرقوا، لكن الطفل مش فاهم وما بيقدرش يفرق. فبالتالي لما بيشوف الافلام دي ممكن عقيدته تتاثر، دماغه تتاثر، ان هو ما بعد الموت ان في زومبي. فلما تيتا تموت، ايه يعني؟ تيتا هتتحول لزومبي وهتيجي تنتقم مننا عشان احنا سيبناها تموت. هو ممكن يظن كده، يعني ان هو زي ما بيشوف في الافلام ممكن بقى ايه، الميت ده يتحول ويجي لنا تاني ويبقى زومبي فطبعا فكرة مرعبة جدا بالنسبة له عن الموت، ان اي حد بيموت هيتحول لزومبي زي ما بيحصل في الافلام الامريكية. تمام. فناخد بالنا من اللي بيشوفوه ولادنا. الافلام دي اصلا ما اتعملتش للاعمار الصغيره فيتفرجوا عليها ليه؟ لان هم ما بيعرفوش يفرقوا، ما بيعرفوش دماغهم ما تقدرش تستوعب الفكره دي. وطبعا بيصوروا الجثث بطريقه بشعه، وجثث متقطعة ووجوه مشوهة وقذرة ووحشة وحاجات كده. فيجي بقى الطفل ايه، يعني انا اتذكر ان وانا صغيرة جدا، كنت في 6 ابتدائي مثلا، رفضت ان انا اشوف ابويا بعد ما توفى، ماشي، وهو في البيت. اختي بتقولي ادخلي شوفيه، هو عامل زي النايمين بالظبط، نايم. فطبعا علشان شفت مثلا فيلم او حاجة رعبتني من منظر الجثث، فما بقاش لا استطيع ان انا ادخل عليه الاوضه او ابص في وشه ان هو وهو ميت، لان عندي صوره مسبقه غلط جدا ان الجثه دي شكلها مرعب. تمام. فناخد بالنا من اللي بيشوفوه اطفالنا علشان ما نديهمش صوره غلط عن اللي بيحصل. يعني هي دي صوره كاذبه اصلا.
فليه تدخل في دماغ الأطفال، والأطفال ما بيعرفوش يفرقوا ما بين الحقيقة والخيال. فناخد بالنا كويس قوي ان الطفل ما يشوفش ولو مصادفة حتى حاجات زي كده، ما ينفعش. تمام. طيب الطفل محتاج ايه؟ الطفل محتاج لثلاث حاجات. اول حاجة انه يطمن على مصير الشخص اللي بيحبه، بابا راح فين، تيتا راحت فين. فلازم يكون تركيزنا كله ان احنا نطمن الطفل عليهم. لا يا حبيبي، ده راح الجنة، ده راح الجنة. طبعا الطفل ما يزورش المقابر، ما يحضرش الدفن. يحضر ليه اصلا؟ يعني هو ما فيش اي سبب منطقي يخلي الطفل يروح يحضر دفنة حد مات. هيحضر ليه؟ اللي هو انا بتكلم على الطفل اللي تحت سن 8 9 سنين، تحت اصغر. ماشي. هيروح يعمل ايه هناك؟ انتي بتقولي له بابا راح الجنة، بابا راح السما. تمام. روحوا، احنا طبعا عارفين الارواح بتطلع السما وبتروح الجنة او تمام. فتيجي انت بقى تقولي له اصل بابا راح الجنة وهو راح حضر دفنته وشافه وهو بيدفن تحت التراب. هيصدق مين؟ هيصدق كلامك ولا هيصدق اللي شافه بعينيه؟ فاحنا هنا بنحط الطفل في موقف ما يقدرش فيه يستوعبه، لان هو ما يعرفش يجمع ما بين فكرتين متناقضتين في عقل واحد. ده الكلام ده ممكن حد كبير هو اللي يعمل كده. يعني عقل الكبير غير عقل الصغير. الصغير لسه عقله قاصر وما يقدرش يستوعب فكرتين في متناقضتين مع بعض. اللي هو ايه؟ بابا فين؟ بابا هقول له بابا جسده تحت وروحه فوق. اللي هو ازاي هو كان في حاجة اسمها روح اصلا؟ الطفل ما يعرفش الغيبيات، ما يقدرش يستوعبها. تمام. فبالتالي ما ينفعش ان انا اديله فكرتين متناقضتين في عقله في وقت واحد. فناخد بالنا كويس جدا من الموضوع ده عشان الطفل ما يحصلوش لخبطة في دماغه. وهنيجي بعد كده نعالج مش هنعرف ليه. عشان هو اترعب خلاص، جات له الفكرة بابا نازل تحت التراب يعني. فموقف مخيف ومرعب. وبعدين هو ملوش لازمة ان هو يروح اصلا المقابر. هو المقابر دي اتعملت للناس الكبيرة. يعني زيارة المقابر، زيارة المقابر، لدرجة ان في بعض المذاهب الفقهية بتحرم على النساء نفسهم ان هم يزوروا المقابر. ماشي. معرفش ليه، بس في مذاهب فقهية بتحرم على النساء. فما بالك الأطفال؟ ازاي الأطفال أصلا يزوروا المقابر والنساء محرم عليهم زيارة المقابر؟ مش كل المذاهب طبعا. يعني احنا في مذاهب تانية ماشي ان المباح ان النساء تروح تزور المقابر عادي يعني. ماشي. عشان بس ده خلاف فقهي ملناش دعوة بيه احنا. ماشي. اللي يمشي، اللي يروح يزور تمام، واللي ما يروحش تمام برضو. يعني ما خالفش ولا حاجة. لان ده خلاف فقهي، والخلافات الفقهية مباحة يعني، ما فيش مشكلة خالص. ف... فناخد بالنا كويس قوي ان الاطفال ما تروحش تزور المقابر. هيروحوا يعملوا ايه يعني؟ طفل سنه 8 سنين هيروح يزور المقابر يعمل ايه؟ يلعب هناك مثلا؟ ما هو مش فاهم. ما عندوش فقه زيارة المقابر، وما عندوش ان هو الاحترام المكان، ولا احترام الموقف اللي هو واقفه. ده طفل. ماشي. فبلاش الله يكرمكم حكاية ان طفل يزور المقابر وان طفل يحضر الدفنة، دي ملهاش اي لازمة بصراحة. تمام. في بعض الناس بتعمل كده بس انا لا اتفق معهم الصراحة. تمام. فالطفل محتاج ايه؟ الطفل محتاج يطمن على الشخص اللي بيحبه. تمام. تاني حاجة يطمن على نفسه، وان هو مش هيضيع من بعده. فلازم الناس تتلم حواليه. يعني ما نسيبش اللي مات لهم ميت لوحديهم يا جماعة. نعمل الواجب يعني، نكون حواليهم. الحاجة التانية ان احنا نطمنه ان الشخص ده ما هجرهوش. اللي هو ايه؟ يعني مثلا بابا اختفى من حياتي. بابا، طب بابا راح فين؟ بابا سابني عشان زعل مني؟ بابا سابني عشان انا شخص وحش مثلا، عشان عملت فيه حاجة وحشة او ما سمعتش كلامه فهو مشي وسابني؟ الفكرة دي بتخش اول حاجة بتبقى في عقل الطفل. فكرة ان بابا سابني عشان انا عملت حاجة وحشة. الفكرة دي لازم تتناقش مع الطفل ونطلعها من دماغه ونسأله فيها. نقول له انت بابا راح عند ربنا يا حبيبي، بابا راح الجنة يا حبيبي. ايه هو سابني ليه؟ سابني ليه ومشي؟ لا يا حبيبي، هو ما سابكش. بابا راح عشان كل واحد بيموت. بابا مات عشان كل واحد بيموت له ميعاد معين لازم ايه يموت فيه. واحنا ما نعرفش ميعادنا امتى. ولازم تركزي على حتة احنا ما نعرفش ميعادنا امتى دي. لان في اطفال بتوصل معاهم لدرجة ان ايه، انا عايزة اروح مع تيتا، او انا عايزة اروح مع بابا، او عايزة اروح مع جده. فانا هنتحر عشان اروح له.
بتوصل لهم الفكرة على فكرة. يعني انت فاكرة ان ابنك بعيد عن فكرة الانتحار، لا، هي بتجيله من حتة تانية. فيلم معدي، مسلسل عبيط، شاف منه لقطة، حد اتكلم قدامه عن الانتحار وهو سمع. فهتلاقي سبحان الله ان الفكرة بتوصل لدماغ الطفل. فانا عايزة اوصل له مفهوم كويس، مهم جدا، ان مفيش حد بيروح بمزاجه، ومفيش حد يعرف ميعاد مروحه. اللي يجي ميعاده هيروح غصب عنه، هيروح بمزاجه او غصب عنه، يعني مفيش بمزاجه دي خالص. ماشي. فاللي هيروح، يعني اللي هيموت ميعاده جه، انت ميعادك لسه ما جاش. لا انا عايزه اروح لبابا، انا عايزه اروح لبابا، وانا هروح دلوقتي لبابا ماشي. فبتكبر العمليه في دماغ الطفل حتى لو ما عبرش عنها، وان هو عايز ينتحر عشان يروح لبابا. فنلغي من دماغه الفكره دي ازاي؟ نلغيها من دماغه ان احنا نفهمه ان مفيش حد بيروح بمزاجه، مفيش حد بيروح بيختار ميعاده، مفيش الكلام ده. تمام. وتركزي عليه قوي، ان انت لازم تفهمي الطفل ان مش الاب هجره. بعض الناس كانوا بيقولوا لي لا ما تقوليش فلان في الجنة. يعني ما ينفعش نتكلم مع الطفل ونقول له باباك في الجنة مثلا، او تيتا في الجنة، احنا ايش عرفنا؟ وبعدين ما ينفعش نتآلى على الله ونقول حاجة ما قالهاش ربنا او ما قالهاش الرسول، ان فلان ده في الجنة ونأكد على ذلك. لا يا جماعة، الفكرة كلها إن إحنا عارفين إن تيتا مثلا كانت بتصلي، وكانت بتصوم، وكانت بتحج، وبتقرأ القرآن. فليه ما أقولش إنها في الجنة؟ ماشي. إن شاء الله في الجنة، وبإذن الله في الجنة. لازم نكون معتقدين ذلك علشان ما يحصل لناش هزة في العقيدة، اللي هو إيه، طب ما تيتا كانت بتعمل كل حاجة بيأمرها بيها ربنا، ازاي مش في الجنة؟ ما نوصلش بقى الشك ده للأطفال، ما ينفعش. ليه؟ عقل الطفل لا يستوعب الشك أصلا. يعني فكرة ايه، اصل احتمال واحتمال، اصل مش الرسول ما قال لنا ما نأكدش وما نتقالاش على الله يا جماعة بلاش الأفكار الفلسفية تدخل في دماغ الأطفال، ما ينفعش نكلمهم بالطريقة دي. يعني عقل الطفل لا يستوعب اطلاقا. الكلام ده ممكن يقوله عالم من العلماء ماشي، يقوله حد من الفقهاء ماشي، انما الناس العاديه اللي زينا احنا بنتعلق بفكره ان احبابنا في الجنه. ليه كانوا بيصلوا وبيصوموا؟ عشان نصبر. لان احنا كبشر عاديين لا نستطيع ان احنا نصبر زي ام حارثه كده. يعني الست اصلا هتتجنن، ابني ابني ازاي يا جماعه؟ وجم ناس كده ما تعرفيش جايين منين يقولوا لها لا ده ابنك مش في الجنه. ده اللي هو ايه، ازاي يعني؟ ماشي. بتفزعوا الام على ابنها ليه؟ ف... فجه الرسول طمنها. فاحنا كمان محتاجين نطمن ان اللي بيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا وحج وقرأ القرآن ده في الجنة بإذن الله. بابا بيعمل الصالحات وبيتصدق وكان حنين علينا وكان بيراعي ولاده وبيراعي مراته، ازاي مش في الجنة؟ ماشي. الفكرة دي ما توصلش اصلا لدماغ الاطفال. انا معاكي ان احنا ما نتقلاش على الله وما نقولش على حد ان هو ما يخو... ما- آه، ان هو خالد مخلد في الجنة، لاني ما اعرفش. بس الفكره دي ما ينفعش توصل للاطفال، لان هم ما لهمش دعوه بالفلسفه دي. ماشي. الاطفال عندهم يا ابيض يا اسود، عندهم يا في الجنه يا في النار، ما لهمش حل تالت. ما هو بابا مش في الجنه، يبقى فين يا جماعه؟ يبقى في النار. الله. طب ما اشمعنى يعني انا هاكد لهم بقى انه في النار ولا ايه؟ فطبعا الفكره دي ما تنفعش توصل للاطفال. ماشي. الفكرة دي بقى تتناقش مع عالم من العلماء، من العلماء، مع فقيه من الفقهاء، انما توصلي المفهوم ده للاطفال ما ينفعش. تقولي ايه؟ تتكلمي مع الطفل بمنتهى الثقة وتقولي له يا حبيبي تيتا في الجنة، جده في الجنة، ان شاء الله في الجنة. ان شاء الله في الجنة. مش كان بيصلي؟ مش لا مش قال لا اله الا الله؟ مش كان بيصوم؟ مش كان بيعطي الفقراء؟ يبقى اكيد في الجنة ان شاء الله. تمام. علشان الطفل يكبر على ذلك، يقول انا هروح مع جده، هروح مع تيتا، فايه، فهعمل زيهم، هصلي وهصوم وهتصدق وهعمل الخير ومش هزعل حد عشان اروح معاهم الجنة. ويلا يا حبيبي نعمل الخير عشان نبقى مع تيتا في الجنة، عشان نبني لنا نخلة في القصر بتاع تيتا في الجنة، ونتصدق عنها وندعي لها، ما احنا ولد صالح يدعو له. تمام. فادعي لتيتا وادعي لجده علشان ايه؟ تبقى معاهم ان شاء الله في الجنة ونجتمع كلنا في الآخرة. الأفكار دي لازم تتقال بمنتهى الثقة ومنتهى التأكيد عشان الطفل يستوعبها. تمام. وما يخافش وما يقلقش على الناس اللي بيحبوهم وما تجيلوش صدمة.
آم، ايه تاني؟ آم، احنا كده اتكلمنا تقريبا عن اهم الحاجات اللي المفروض نعملها. تمام. فعشان بقى توصلي فكرة الموت للطفل، لازم نعمل حاجة زي تمهيد كده. تمهيد يعني ايه؟ يعني من سن 3 4 سنين كده نتكلم عن كلمة الموت، بحيث انها ايه، تبقى حاجة عادية مش مخيفة للأطفال. اللي هو ايه نتكلم بمنتهى، ما نبقاش خايفين، ما نبقاش مرعوبين، ما نبقاش، لان دي حاجة في حياتنا هنروح منها فين. آم، مثلا نستغل المواقف. وردة دبلانة، ماما هي الوردة جرالها كده ليه؟ مش الوردة دي انا جبتها من الجنينة، او جبتها كانت جايه لنا في البوكيه وكده. طيب جرالها كده ليه؟ دي الوردة ماتت يا حبيبي. يعني ايه ماتت؟ يعني خلاص هي عمرها انتهى وماتت. وردة عمرها انتهى وماتت. انا بقول الكلام ده بس ما بفسرش، ما بفردش في الكلام. على سن 3 سنين 4 سنين بتكلم عن فكرة الموت بطريقة غير مخيفة. تمام. بيتصادف ان في اطفال تمشي في الشارع فتواجه ان مثلا تشوف طائر ميت في الشارع، او قطه ميته على جنب في الرصيف، صدمتها عربيه او حاجه. ايه ده يا ماما؟ القطه مالها؟ القطه ماتت يا حبيبي. بمنتهى الثقه والهدوء كده، القطه ماتت يا حبيبي. ايه ده؟ يعني ايه ماتت يا ماما؟ يعني عمرها انتهى يا حبيبي وماتت. بلاش نربط بقى فكره الموت بالعربيات والمش عارف ايه وانها اتداست. بلاش تكتري في الكلام. يعني نقول ماتت. طيب يعني ايه ماتت يا ماما؟ يعني خلاص عمرها انتهى على كده، وجه الساعة بتاعتها وماتت، او جه ميعادها وماتت. كل حاجة في الدنيا دي بتخلص وبتنتهي وبتموت. تمام. ما تكتريش في الكلام، ما نزودش، يا دوب كلمتين على القد وبس. فبندي هنا فكرة للطفل، وبنهيئ عقله إلى إن كل حاجة في الدنيا دي ليها وقت وبتنتهي، زي اللعبة اللي اتكسرت ماشي، ما بتتصلحش وراحت، وإيه، ورميناها. أي حاجة في الدنيا ليها عمر، والعمر ده كوباية وانكسر، انت بقى بتستغلي الفرصة، وبتكلمي الطفل انك بتنتهزي الفرص، وبتقولي له يا حبيبي دي الحاجه دي عمرها انتهى وخلصت. تمام. اللي هو ايه، كوبايه انكسرت، طبق انكسر، فتقول له خلاص عمره انتهى على كده وخلص. فبتربطي هنا فكره ان اي حاجه في الدنيا، سواء جماد او حيوان او نبات او ليها عمر، بتنتهي. تمام. وبتخلص. ماشي. ولما بنيجي بقى على الكائنات الحية ونقول له إنها ماتت، زي الوردة، زي الحيوان اللي شافه في الشارع، وزي النباتات اللي دبلت، والورق اللي وقع، ورق الشجر اللي وقع. فانت بتنتهز الفرص وبتوصلي الفكرة ببساطة للطفل، بدون خوف وبدون قلق، انها حاجة ايه، حاجة موجودة في الدنيا من حوالينا. تمام. الكلام ده طبعا امتى؟ يعني نبتدي من سن 3 سنين، اما ابتدي الطفل يستوعب 3 سنين 4 سنين 5 سنين. تمام. ما نربطش فكرة الموت دلوقتي في السن ده بالحوادث السيئة، بالمناظر المرعبة، بالزومبي، بالحداد واللطم والصريخ والبتاع. بلاش ربط الحاجات دي كلها بالقبر وتحت التراب والكلام ده، وناس بقى بتتفنن في انها ايه، عذاب القبر يا جماعة والبتاع. بلاش نربط الحاجات دي في دماغ الطفل بالموت علشان ما يترعبش. تمام. نقول كلمة ونص، الأطفال الصغيرين مش محتاجين غير كلمة ونص. سألوا نرد بكلمة، سألوا نرد بنص كلمة زيادة، سألوا تاني نرد بكلمتين، كلمتين ونص، 3 كلمات. افضلي عدي الكلمات اللي انت بتقوليها للطفل، هو مش محتاج اكتر من كده. تمام. ايه ده يا حبيبي؟ ايه الوردة دي جرى لها ايه يا ماما؟ ماتت يا حبيبي. طيب تيتا راحت فين يا ماما؟ ماتت يا حبيبي. يعني ايه ماتت؟ يعني راحت السما عند ربنا. ايه ده؟ يبص في السما كده، راحت الجنة يا حبيبي، الجنة في السما. تمام. طيب انا عايزه اروح لها. لا مش هينفع يا حبيبي نروح لها. ليه؟ علشان هي جه ميعادها، جه ميعاد موتها وراحت عند ربنا. تمام. طيب انا عايزه اروح لها دلوقتي. ما هي احنا كلنا هنروح لها، يعني كلنا هنروح لها. امتى يا ماما؟ لما كل واحد يجي ميعاده، كل واحد له ميعاد وايه وبيروح فيه. انما ما ينفعش واحد يروح بمزاجه، ما ينفعش. تمام. كلمه ونص. طبعا. آه
اكيد ان الموضوع مش سهل بالطريقة دي. تمام. اكيد الموضوع مش سهل، الطفل مش هيتقبل بالبساطة دي، ولا الكلمة والنص هتنفع. ماشي. لكن هينفع حاجة واحدة بس، ان احنا بنزرع ونستنى الزمن يكبر الزرعة. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتزرعي، ولازم تزرعي وانت بمنتهى الثبات، اللي هو ايه؟ ما تخليش خوفك ومصيبتك توصل لابنك. بتحاولي بقدر الامكان تسيطري عليها وانت بتتكلميه، وبتكلميه بمنتهى الثقة، ان يا حبيبي احنا كلنا مصيرنا كده، يا حبيبي احنا كلنا رايحين الجنة، يا حبيبي بابا راح الجنة، تيتا راحت الجنة، جده راح الجنة، واحنا ان شاء الله كلنا هنتجمع هناك. بتتكلمي بمنتهى الثقة ان دي حاجة مكتوبة علينا كلنا. ماشي. وتكوني ثابته وفي منتهى الثبات. ممكن تحزني وتعيطي، لو انت هتنهاري سيبي حد غيرك يوصل له المفهوم ده. بلاش تبيني خوفك ورعبك للطفل، علشان هو الاطفال بيمتصوا الخوف والرعب من الام بالذات. اي حاجه بتخوف الام بتلاقيها بالتالي بتخوف الاطفال. فخدي بالك، خدي بالك ان انت ثباتك هيوصل لابنك. ثباتك عند المصيبة زي ما قال الرسول، ولك أجر، طبعا ولك أجر عظيم إن أنت بتثبتي عند المصيبة. تمام. فبتوصلي الثبات ده للطفل، ابنك هيطلع ثابت زيك، هياخد منك الثبات والقوة. ليه؟ لأنك أنت قدرتي توصلي له إنك قوية ومش هتنهاري بسهولة، وإن وإنك مؤمنة تماما إن ربنا أحن على الميت مننا، وإن ربنا بيحب الميت أكتر مننا، وان الميت ده راح عند في مكان احسن، وراح في مكان اجمل من الحياه اللي هي المؤلمه المتعبه. تمام. آم، حاولي تثبتي قدام ابنك عشان ابنك نفسه يبقى ايه؟ يبقى ثابت زيك. تمام. اتمنى ان انا اكون وصلت الفكره. بعد سن 7 سنين 8 سنين بقى لينا كلام تاني عن حاجة تانية خالص، اللي هو ايه؟ مفهوم الموت بقى لازم يوصل للطفل صح، اللي هو ايه؟ ان الحياة مرحلة. احنا سيبنا المرحلة اللي قبلها، ماشي، وبنتكلم في المرحلة اللي هي الحياة، وبعدين ما بعدها. طب ما بعدها، طب ما في مرحلة اصلا ما اتكلمناش عنها، اللي هي مرحلة الخلق، ما قبل ال- الخلق. الانسان كان فين؟ كان في الجنة. الحاجات دي احنا ما بنتكلمش عنها. طبعا الكلام ده مش هينفع مع السن الصغير اللي هو سن 8 سنين وما تحت 8 سنين. احنا الفيديو ده بس علشان السن ده. تمام. لينا كلام تاني بقى مع السن الأكبر إن شاء الله، نوصل له المفهوم بطريقة مختلفة، على حسب عقله وعلى حسب استيعابه، وإن هو لازم يعرف إن الإنسان نفسه كان قبل الحياة إيه، والمفروض هيبقى بعد الحياة إيه. تمام. أتمنى أكون وصلت المفهوم صح، ويا رب يكون في الفيديو إفادة يعني إن شاء الله. سلام عليكم.